مساء الخير عليكم. اليوم الحلقة ديال الفول بالزيت أو الفول بالقزبور غادي تكون حلقة متميزة، لأن شحال لي فان تيعجبوني تيقول لك السي لعبي ولا نعرفوا المقادير اكزاكتلي. تبدي دابا غتشوفوا معايا المقادير. وثانيا هذا الفول ديال الموزات تيكون صغير وروتي، لأن الفول دابا في الباس مبقاش الفول ساهل خير، مي عندنا الفول مازال ديال الموزات تيكون زوين وروتي. خليكم معنا ما تزربوا. المشاهدين الكرام، حنا درنا شويه ديال الماء يغلي. غادي تشوفوا معايا. اول حاجه تنديروا الثومه، تنديروا تقريبا 4 دروس ديال الثومه، وتنتسناو الفول يغلي. اما تنجبدوه من الكونجيلاتور او تيكون عندنا في الدار عاد خديناه. ها هو كيف تشوفوا تنسيبوه. بغيتو تعرفوا باش يجيني الفول بيض وتيشعل، هو السر هو في الحامض. نص حامضه تنزولوا له القشره ديالها وتنديوها، ونزيدوا عليها الليمون مصير كيف تشوفوا على الطريقه. شويه ديال القزبور، لان من بعد من غيوجد عاد غنديروا القزبور. مليحه. بوسولي جديده. ايوا ديك الساعه ونزيدوا الزويته، تقريبا نص كاس ديال الزيت البلديه، نص كاس. ونخليوه يطيب. كيف تشوفوا من بعد ما وجد الفول غادي نزيدوا له شويه ديال القزبور، ونخليوه يتقلى واحد شويه. ها هو وجد. الحكمه هي داك القزبور، شو كيبغيو هادشي كاع ما كحلنا الفول، ونخليوه يتقلى في الزويته ديالو. لاحظتيو معايا كيبيض؟ لا. هذا الزيتون مشقوق ديال الدار محمض، هذا تنحمضو غير بالرنج. دابا ان شاء الله شي نعطيكم الوصفه ديالو، لان هذا العام ما جات الزيت شويه قليله. العام الجاي ان شاء الله نديرو الحلقه ديالو. فوالا. وما ننساوش الزيودات اللي درنا. شهيه طيبه، شهيه طيبه ميزامي. وشنقول لكم، دائما نتمنى انني
نكون في المستوى اللائق بالوصفات اللي تتبغيو والطلبات ديالكم. بصحتكم وراحتكم مع كيموشيفو دائما.